السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده عن عده مواضيع كده على السريع. اولهم تصرف كابتن نادي الزمالك شيكابالا بعد انتهاء مباراه الاهلي والزمالك في كاس مصر. شيكابالا طبعا راح لجمهور الاهلي وبدا يعمل حاجات غريبه ويعمل كده ويعمل كده، وخلى كمان انه بعض اللعيبه من نادي الزمالك لما شافوا كابتن نادي الزمالك بيعمل كده راحوا عملوا زيه كمان. للاسف الشديد شيكابالا مش عايز يطلع من عبايه مرتضى، هو لسه مفكر نفسه بيلعب تحت اداره مجلس اداره نادي الزمالك القديم، ما يعرفش ان حاليا في مجلس اداره جديد بقياده كابتن حسين لبيب، والناس المحترمه اللي موجودين في مجلس اداره نادي الزمالك حاليا اللي بيوطدوا العلاقات مع مجلس اداره النادي الاهلي وبيحاولوا يعملوا يعني حاجه اسمها زي لم شمل الكره المصريه. عملوا دعوه لمجلس اداره النادي الاهلي، ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب لبى الدعوه وراح زار نادي الزمالك. من فتره كبيره جدا ما شفناش ان الناديين في كده زيارات متبادله، ولسه كمان مجلس اداره نادي الزمالك هيزور مجلس اداره النادي الاهلي، ففي علاقات بتتوطد في الوقت الحالي. وكمان الناس ماشيه في حته النبذ التعصب وفي حته الروح الرياضيه والحاجات دي كلها. طيب يا كابتن شيكابالا، ايه حصل في المباراه يخليك تقول كده؟ ايه حصل في المباراه تخليك تعمل كده وانت عارف دي معناها ايه؟ دي بتاعه مرتضى، بتاعه مجلس الاداره القديم. الواجب على مجلس الاداره الجديد انه يخلي كل اللاعبين وكل الادارات الفنيه اللي تابعه للنادي انها تتبع نفس سياسه مجلس الاداره الحالي. طيب نرجع لشيكابالا، مين عمل لك ايه؟ مين لمسك؟ مين جه ناحيتك؟ يا راجل رايح تعمل الحاجات دي وتعمل كده وتعمل كده. ايه بتعمل كده لمين؟ مين؟ الدولة اللي منظمة المباراة ومنظمة الاحتفالية الكبيرة دي وجايبه لك يعني بقى ايه مورينيو وتوتي ورونالدو الظاهرة، وعامله لك احتفالية جميلة ومحتفية بالجماهير ومحتفية بمجالس الإدارة بتاعت نادي الأهلي ونادي الزمالك والإعلاميين المصريين، وكل حاجة كانت روعة الروعة، تنظيم خيالي. وجايبين لك حكم انا مش شايف الحكم عمل حاجة ولا أثر في حاجة أصلا، مفيش اوفسايد وهبان فوق دلوقتي وانا بتكلم. شوفوا يا جماعة الناس اللي طلعت تتكلم، رضا عبد العال طلع يتكلم ويقول يا جماعه انتوا مش عايزين الدنيا تهدى في مصر، انتوا مش عايزين كره تتقدم. هي فعلا انتوا مش عايزين كده، انتوا عايزين ان الدنيا تفضل بايظه علشان الاشكال دي تفضل طالعه لنا كده قدامنا على القنوات الرياضيه. بس الجماهير بقت واعيه، الجماهير بقى عندها وعي. عيب والعيب الاكبر، انا ما عنديش مشكله بقى في اللي يطلع في الاعلام يتكلم ومش عارف ايه وكلام من ده، الناس عندها وعي وتعرف. بس قائد نادي الزمالك عيب ان انت تطلع تعمل الحاجات دي، عيب. احنا ما صدقنا خلصنا من الحاجات والاسلوب اللي كان قذر اللي فات. احنا عايزين نغير في الكره المصريه للاحسن، عايزين نادي الزمالك يتجه للافضل، يمشي في الطريق الصحيح. فانت يا شيكابالا يا اما تمشي على نفس سياسه مجلس ادارتك يا اما تتنحى جانبا، لان الوضع الحالي مش مستاهل بصراحه، لا مستاهل وجود التعصب ولا وجود الحاجات اللي ملهاش لازمه. يا اخي عيب، لازم تحترم الانديه المنافسه والجماهير اللي موجوده، وما تدخلش مليون الف مره قلنا ما تدخلش في اي نقاش ولا اي حوارات مع الجماهير، مش هتستفيد حاجه. بس للاسف شيكابالا ما بيتعلمش، شيكابالا اللي مضيعه العقليه. لاعب ممتاز، عنده مهارات كويسه، كل حاجه، طيب من جوه. انت واحد طيب من جوه يا عم، ارحمنا بقى، ركز في ام الكوره. انت مش مجرد لاعب، انت راجل قائد لنادي الزمالك، نادي كبير جدا وعظيم في مصر وفي الشرق الاوسط وفي الوطن العربي كله. واعمل اللي بعد كده، انت بعد كده انت المفروض تكون ليك دور في اداره النادي، لكن بالشكل ده انت مش عايز تكون غير ان انت تبقى لاعب فقط لا غير، مش عايز يكون لك دور بعد كده ابدا. انت مفكر نفسك هتفضل تلعب دايما وهيفضل الجمهور وراك، واللي هتعمله واللي هتقول عليه الجمهور هيقول لك عليه امين. فاحنا ننتظر من مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يحقق في الموضوع، وان هو يتخذ قرار مع كابتن النادي من قبل حتى ما لجنه المسابقات تاخد قرار. وانا اتوقع ان مجلس اداره نادي الزمالك هياخد قرار مع اللاعب علشان يرسي المبادئ اللي هو جاي يطبقها في النادي، بجانب لجنه المسابقات اكيد هتاخد قرار في الموضوع. وانا اتوقع العقوبه اللي هتنزل على شيكابالا هتبقى 8 مباريات، وما يزعلوش مني اخواتي الزملكاويه، ولو نزلت 8 مباريات والله العظيم يستاهل. انت عملت ايه يا شيكابالا؟ انت عملت ايه في المباراه؟ مباراه عدت، هدف صحيح، مفيش تسلل، هدف تاني صحيح. ايه لعبت؟ كنت مستحوذ بنسبه قد ايه يعني؟ ما انت برضو كان الاداء زفت، الاداء كان زفت من الاهلي ومن الزمالك. حتى لو الزمالك كان مستحوذ بقد ايه؟
مستحوذين بقد ايه؟ 55%، 45 مثلا. يا عم 60 40، عملت ايه بال60؟ استحوذت عملت ايه؟ ما حطيتش ولا هدف. خلاص اللي حط الاهداف هو اللي كسب، وهو اللي فاز بالبطوله، وهو اللي رفع الكاس. خلاص الموضوع منتهي. فانت عملت ايه عشان تعمل ده؟ حصل ايه في المباراه عشان تعمل ده؟ حاجه ملهاش اي داعي بالمره. كانت الدنيا تمام والدنيا جميله، والاستضافه في الدوله المضيف كانت الدنيا حلوه فيها، والراجل كان عامل زي اداء زي الفل، وموسم الرياض كانوا عاملين حاجه عظمه. نيجي احنا في الاخر ونبوظها كده. وللاسف مش هيتقال ده لاعب، ده انت كابتن نادي الزمالك، يعني حد مسؤول جدا زيك زي مجلس الاداره بالظبط. فنتمنى الموضوع ده يتقفل، ونشوف قرار من مجلس اداره نادي الزمالك ومن لجنه المسابقات بخصوص شيكابالا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا ليكم، سلام.